عاجل اخوان، هادو هما المغاربه اللي غادي يشدوا واحد البركه ديال الفلوس. بداو بجهات ملكيه ساميه من الملك محمد السادس حفظه الله اطلاق برنامج ضخم لدعم المتضررين بالفيضانات بالمملكه المغربيه. وفي نص الخبر بامر من صاحب جلاله الملك محمد السادس حفظه الله، اعلنت الحكومه المغربيه عن خطه استعجاليه شامله لدعم الاسر والمناطق المتضرره من الفيضانات الاخيره. البرنامج يضع كرامه المواطنين واعاده اعمار في مقدمه اولوياته. تفاصيل الدعم المالي المرصود: دعم استعجالي للأسر، البدء في توزيع 6000 درهم مغربية لكل أسرة متضررة ابتداء من الأسبوع المقبل اللي هو ديال غدا الاثنين إن شاء الله، ابتداء من غدا الاثنين لمواجهة الاحتياجات الآنية. إعادة التأهيل: بالنسبة لإعادة التأهيل فتم تخصيص ما يقارب 15000 درهم لترميم المساكن والمحلات التجارية الصغيرة التي تضررت جزئيا. أما بالنسبة لإعادة البناء الكلي فسيتم منح 140000 درهم كدعم مباشر لإعادة بناء المنازل التي دمرتها الفيضانات بشكل كامل. هذا هو نص الخبر. نتمنوا تدعموا هذه القناة وهذه الصفحة بإعجاب وكذلك متابعة، وشكرا لكم على المشاهدة.